انا هركب الكاميرا دي جوه القبر وهشوفك، وربنا بياخد لي حقي منك. اختي بعد ما جوزها اتدفن عملت حاجة محدش ممكن يتخيلها، دفنت كاميرا في قبر جوزها من جبروتها، واللي حصل لها بعد كده بسبب العملة دي حاجة محدش يتخيلها. ومن ساعتها واحنا مش عارفين نعمل معاها ايه من اللي بيحصل لها، وعشان كده بعتنا لكم عشان تقولوا لنا رأيكم. بس اسمعوا الاول الموضوع للنهاية، وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات. احنا 3 اخوات بنات من أسرة بسيطة جدا. ابونا راجل ارزقي على قد حاله، وما كملناش تعليمنا لان طبعا التعليم ما كانش للي زينا، ما كانش معانا فلوس ان احنا نقدر نكمل تعليمنا احنا ال3. وعشان كده كان كل امنية ابويا ان هو يجوزنا احنا ال3 ويسطرنا ويطمن علينا وهو عايش، وكان نفسه في جوازات تريحه. وقد كان. اختي اتقدم لها عريس بس كان اكبر منها ب10 سنين. كان الرقم كبير قوي او فرق السن كبير قوي، ولكن كان هو راجل مستريح وغني ومتيسر الحال وتاجر كبير قوي. كانت بالظبط فرصة بالنسبة لأبويا وبالنسبة لأختي. أختي نفسها كانت موافقة عليه ومبهورة بيه، وقالت بقى إن هي هتعيش بقى وتحلم وتتمنى وتحقق أمانيها وتعيش في مكان جميل، والعيشة هترتاح من الآخر ولينا كلنا. وطبعا أبويا كان موافق لهذا السبب، لأن الراجل بصراحة كان قايل له انت ما تجيبش اي حاجه، انا مش عايزها الا بشنطه هدومها، حتى هدومها انا اللي هجيبها لها. طبعا كانت فرصه عظيمه بالنسبه لابويا، لانه طبعا على قد حاله مش هيقدر يجهز الجهاز اللي يشرفها. وفعلا تم جوازهم، وكنا فاكرين ان هي هتعيش بقى سعيده وكل ده، لكن طبعا الحلو ما يكملش. كان هو مصور لنا صوره عكس الحقيقه تماما. كان مبين لنا ان هو راجل طيب وكريم ومحترم وكل حاجه، لكن كل حاجة كانت بانت على الحقيقة من أول ما اتجوزوا. أختي عاشت من العذاب ألوان، وراها من العذاب ألوان فعلا حرفيا في كل حاجة. ما كانش ولا عنده مودة ولا رحمة ولا احترام، وكان دايما بيعنفها في أي حاجة. فرق السن برضو كان دايما مخليه يزيد من الشك بتاعه قوي، وكانت دايما تحصل مشاكل على أتفه الأسباب، وخصوصا لأن أختي كانت جميلة جدا. كان جمالها مفيش زيه بصراحة، كانت زي القمر، وده كان طبعا مشكلة بالنسبة له. ولكن طبعا حاول مرارا وتكرارا ان هو يقفل عليها الدنيا في كل حاجة، ما تخرجش ما تروحش ما تجيش الكلام ده كله، وكان دايما بيضربها. لدرجة ان الجيران كانوا دايما يكلموا ابويا ويقولوا له الحق بنتك حرام عليك، احنا كل يوم بنجيبها من تحت ايده. كان كل يوم يضربها ويعنفها لأي حاجة لأي سبب، وكان دايما يحاول يقلل منها، او مش بيحاول، هو دايما مقلل منها ويحسسها ان هي في نعمة ما تحلمش بيها، وان هو دايما يعايرها بفقرها، وان ابوها راجل فقير وانها من عيلة فقيرة، وتحمد ربنا على اللي هي فيه. خصوصا من ساعة لما اكتشفت بعد الجواز وبعد ما حملت منه في طفلة، اكتشفت بعد كده ان هو متجوز عليها 2 وما كانش قايل. ولما قالت له ليه ما قلتليش وليه ما خدتش رأيي قبل الكلام ده، يقول لها هو انت رأيك هيفرق في ايه؟ ما انت عايشة، هو انت كنت تحلمي تعيشي العيشة دي؟ وكان دايما يعايرها، وما كانش قدامها حاجة غير ان هي تسكت وتصبر، لان هو برضو كان بيلعب بنقطة ضعفها. هو عارف ان عمرها ما هتتطلق وترجع للفقر اللي كانت فيه، واصلا ابوها اكيد مش هيتقبلها في حياته ويصرف عليها هي وبنتها كمان اللي خلفتها. فطبعا ما كانش قدامها غير ان هي تصبر. والراجل ده سبحان الله على قد ما كان ربنا مديله من نعم ومن فلوس، هو كان كل همه في الدنيا ان هو جمع الفلوس، ولكن ما كانش ركع لربنا، ولا كان بيتصدق ولا بيطلع حاجة للخير. وكانت معاملته حتى مع الناس اللي شغالين تحت ايده كأنها بيعاملهم بالسخرة، كأنهم عبيد عنده بالظبط. ما كانش عنده ولا رحمة ولا شفقة بأي حد، واي حد يفتح بقه معاه كان الطرد والجزا على طول. كانش يعمل حاجة كده لربنا ابدا. اختي كانت بتستغربه جدا، وكان دايما كل يوم يديها علقة اكتر من اللي قبلها. وابويا ما كانش فيه بايده حيلة، كل ما اختي تغضب وتيجي عنده يرجعها للبيت ويواسيها بكلمتين ويقول لها يا بنتي استحملي، ده جوزك برضه وعايشة في خيره، ومعلش وانت هتيجي تعملي ايه وتبهدلي البت الصغيرة وحرام عليكي، ويواسيها بالكلام ده. وهو طبعا ما فيش في ايده حاجة يعملها ولا قادر ان هو يصرف عليها ولا على بنتها. فكان في الاخر تضطر انها ترجع مكسورة ومقهورة وتعيش وتكمل في اللي هي عايشة فيه.
لحد لما يجي كده انتقام ربنا بعد ما كانت بتقعد تدعي عليه، لان ما كانش خلاص قدامها حل انها تخلص منه غير ان هي بالدعاء عليه، اللي هو يا رب خلصني منه يا رب. بقت خلاص من كتر ما هي بتكرهه بقت تتمنى ان هو يموت او تخلص منه بطريقه من عند ربنا مش منها هي، طالما الواقع مش او القدر مش كاتب لها ان هي تسيبه يبقى تيجي من عند ربنا. وفعلا زي ما يكون ربنا قبل من دعاها او من دعاء الناس كتير عليه، لانه طبعا كان راجل ظالم وظالم ناس كتير قوي، فيجي كده وقت عليه يتعب ويبداوا يلفوا بيه على الدكاتره. واختي كانت بتشتكي لي وبتقول لي محدش عارف يقول هو عنده ايه، كل واحد يكتب له تشخيص معين ودواء معين، لحد لما عملوا فحوصات وتحاليل كتيره قوي وفي الاخر اثبتوا ان هو عنده المرض الوحش. وطبعا المرض اشتد عليه قوي وانتكس كده في فترة قصيرة، المرض انتشر في جسمه بسرعة رهيبة وغريبة. الدكاترة نفسهم كانوا مستغربين انه ازاي المرض انتشر بالسرعة دي، ويمكن ده كان من غضب ربنا عليه والله اعلم. ولكن ما قعدش فترة طويلة قوي، كان الفترة اللي عاشها خلاص كان يعتبر كان راجل قعيد قعيد ما كانش بيتحرك ولا اي حاجة. لكن اختي كانت عملت باصلها وكانت بتقولي ما اقدرش اسيبه هو في محنته او في حاجة زي كده، هو كان ظالمني وجه عليا كتير لكن انا ما اقدرش ان انا اسيبه، ده برضو ابو بنتي وبرضو هو اللي عايشة من خيره. يعني فضلت جنبه وتخدمه بعينيها وبكل حاجة لغاية لما ان هو يحاول يسترد صحته. لكن هي كمان كانت يعني بتعمل كده لان ده حاجة جواها من اصلها هي، او بتعامل ربنا بالرغم من ان هي كانت بتقول ان انا دايما كنت ممكن يرجع ويلاقيني سخنة وعيانة ومرمية في السرير ما يسألش عني، يبص لي بصة كده وخلاص، لكن ما يجيش ولا يطبطب ولا يحن عليا ولا يوديني للدكتور ولا الكلام ده كله. لكن انا برضو مش هعمل زيه وهعمل ربنا وبرضو عشان بنتي. لكن طبعا يشاء القدر ان ربنا ما يكتبش من عمره بقية كتير ويتوفاه الله. وطبعا اختي اكيد كانت بالنسبة لها جات لها على الطبطاب لحد لما رحنا واحنا بندفنه. طبعا بعد ما دفناه كنت انا مع اختي واستغربت جدا لما لقيتها بتنده للتربي وبتديله فلوس في ايده وبتقوله عايزه اطلب منك طلب، عايزاك وانت بتحط الحجاره الاخيره اللي بتقفل بيها القبر سيب حجر منهم. والراجل يقول لها ليه؟ يقول لا، تقول له معلش انا عايزاها بس عشان انا هفضل معاه شويه وافضل اقعد ادعي له وعايزه اكلمه كده وفي الاخر انا اللي هحط الحجر ده. والراجل عارف ان في سبب، بس طبعا الفلوس بتعمي البصر وبتعمي النفوس وبتعمي كل حاجة. وطبعا انا كنت مستغربة هي عايزة تعمل ايه لحد لما الراجل التربي مشي، لقيتها بتطلع كاميرا وبتحطها جوه القبر وبتقولي الراجل ده عاش ظالمني ومعذبني طول ما انا عايشة، جه اليوم اللي انا عايزة اشوف بعيني اللي ربنا هيعمله فيه والعذاب اللي هيشوفه جوه القبر. اكيد ربنا هيعذبه من العذاب اللي هو دوقه لي ودوقه للناس كلها، ودي فرصتي الوحيدة. وفعلا حطت الكاميرا جوه القبر. انا تخيلت انها بتقول كلام وخلاص بتهزي من كتر الصدمة اللي هي فيها او اللي كانت مستحملاه، لكن ما تخيلتش ان هي فعلا هتحطها، لكن بالفعل حطتها. ومن يومها وبعدها على طول بكام يوم ابتدينا نلاحظ ان اختي كانت بقت في حالة غريبة جدا، في حالة صدمة وصريخ مفاجئ بدون اي اسباب، وتصحى من النوم على كوابيس وحاجات تشيب الراس، لدرجة ان احنا خدنا منها بنتها خفنا عليها لحسن تعمل فيها حاجة. ولدرجة ان احنا شكينا ان هي ممكن تكون فعلا راحت جابت الكاميرا وشافتها وشافت ايه اللي حصل ولا ايه اللي شافته، ومن ساعتها حصل لها كده. من بعدها لدرجة احنا قلنا يمكن اتلبست، حصل لها حاجة، لفينا بيها على الشيوخ لفينا بيها في كل حتة ومش عارفين ايه اللي حصل لها ده. وقلنا ممكن يكون انتقام ربنا لانها ما احترمتش حرمة الميت واقتحمت جلالة الله، وان هي تحط كاميرا عشان تشوف ربنا هيعمل فيه ايه. فطبعا ده طبعا غلط في الذات الإلهية عموما، وانها تدخلت في حاجة ما ينفعش تتدخل فيها، وقلنا يمكن ده انتقام ربنا. وعشان كده انا مش عارفة اعمل ايه ومش عارفة اتصرف معاها ازاي، وعشان كده بعتلكم مشكلتي وقولوا لي اعمل ايه في التعليقات. ودي كانت حكاية النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة وتستنوني كل يوم في حلقة جديدة، حكاية جديدة أو مشكلة جديدة من كلام من القلب. دمتم في حفظ الله. مي علي.